أعلن الستريمر المثير للجدل إلياس المالكي ترشحه لرئاسة فريق الرجاء البيضاوي، وذلك عقب إعلان عادل هلة استقالته من رئاسة النادي. إعلان المالكي ترشحه لرئاسة النادي الأخضر جاء من خلال تدوينة نشرها عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي على الإنستغرام، والتي كتب فيها يقول: أنا كان أعلن ترشحي لرئاسة فريق الرجاء البيضاوي، وأقسم بالله أن أكون مخلصا لكم. وتابع المالكي قائلا: شركة كيك مستعدة لتقديم عرض مميز جدا، ولن أقوم بلايفات نهائيا، سأتفرغ للعمل وحصد المزيد من الألقاب. يشار إلى أن رئيس الرجاء البيضاوي عادل هلة قد أعلن أمس الاثنين استقالته من رئاسة النادي الأخضر، وذلك لأسباب شخصية. وأعلن نادي الرجاء عبر حسابه على الإنستغرام استقالة رئيس النادي عبر منشور جاء فيه يعلن السيد عادل هلة رئيس المكتب المديري لنادي الرجاء عن تقديم استقالته لأسباب شخصية.